السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سلمى هلال. وفي الفيديو ده هنتكلم عن روتين اخر 50 يوم في ثانويه عامه. لو انت عايز تكسر حاجز ال 90% لازم تعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. طيب، اول حاجه هنتكلم عن تنظيم الوقت في الفتره الجايه. تنظيم الوقت الفتره دي اهم حاجه في ثانويه عامه. طيب، اول حاجه انا هبدا يومي من الساعه كام وهذاكر كام ماده في اليوم، الحاجات دي كلها. اول حاجه احنا هنبدا يومنا من الفجر. تمام، هنصحى الفجر. ولو انت حتى كنت من الناس اللي هي بتحب تذاكر بالليل، الفتره دي عايزاك تاقلم عقلك ان انت تذاكر بعد الفجر او تذاكر الصبح، يعني لانك انت في الامتحانات هنمتحن الصبح. بعد ما نصحى الفجر هنعمل ايه؟ طبعا اول حاجه نصلي الفجر، يعني دي مش محتاجه. تاني حاجه عايزاها تكون روتين يومي عندك الفتره اللي جايه، واتكلمت عنها في فيديو قبل كده، هي الورد. جماعه والله العظيم والله العظيم والله العظيم الورد هيغير يومك 360 درجه. حاول انت يكون ليك ورد من القران، هي صفحه واحده، مش هتاخد معاك بالظبط دقيقه، هي دقيقه زي صفحه تقراها. بعد ما قرات الصفحه دي خلاص ممكن تفطر، ممكن بقى تروح تذاكر. بعد ما خلصت الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هتبدا ان انت تذاكر. طيب، هنبدا من الساعه كام؟ من الساعه كام؟ هنبدا من الساعه 6 لحد الساعه 12 كده، احنا معانا 6 ساعات. وبعد كده هناخد ريست اللي هو اذان الظهر، هناخد نص ساعه من الساعه 12 ونص للساعه 3. تمام، وبعد كده هتاخد برده ريست اذان العصر، تاخد نص ساعه. وبعد كده من العصر لحد المغرب، وبعد كده من المغرب للعشاء. الفتره دي هتاخدها ريست خالص، مش هتعمل فيها اي حاجه. بعد كده من الساعه 8 للساعه 12 معاك 4 ساعات كمان، هتبدا انت تذاكر فيهم ماده زي ما انت عاوز. ولو انت عايز تزود لحد الساعه 2 تمام، يعني خلصت اليوم بتاعك. انت عايز تزود ساعتين كمان تمام، بس انا لحد هنا خلاص ده اليوم المذاكره بتاعك. تخيل انت ذاكرت كام ساعه؟ لو حسبت عندنا 6 ساعات، وبعد كده عندنا تاني ساعه ونص وساعه ونص تاني، يعني عندنا 9 ساعات وبتاع 4 ساعات تاني. يعني احنا توتال مثلا ممكن يكون حصلنا 14 ساعه مذاكره بالنظام ده. لو مشيت بالنظام ده في 50 اليوم الجايين، حرفيا انت هتلم المنهج كله وكمان هتراجع. تخيل انت بتذاكر 14 ساعه في اليوم، صراحه كميه كبيره. ولكن بعد كده بقى اللي هي ليله الامتحان دي مش هيكون في فترات الريست دي. يعني في ليله الامتحان انت بس هتشيل فترات الريست اللي انا مديالك دي، وهتقوم تصلي، بس هتقوم تصلي او تقوم تاكل وهترجع تاني تكمل. تمام، ده نظام 50 يوم بالنسبه لتنظيم الوقت. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنصحى الفجر، نقرا ورد من القران، وبعد كده نروح نذاكر بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. طيب، تاني حاجه الفتره دي لو انت عندك تراكمات كتير الفتره دي، ابدا بالاجزاء المهمه في المنهج. يعني مثلا عندنا في العربي اهم وحده في النحو الوحده الخامسه. الوحده الخامسه مهمه جدا جدا جدا، هي الوحده الثالثه. الوحدتين دول مهمين، وكمان الوحده الاولى مهمه لانها فيها النطق والاملاء. دي يعني الوحده الاولى دي اصلا بتدخل في التعبير. تمام، يبقى عندي الوحده الاولى، الوحده الخامسه، الوحده الثالثه. الثلاث واحد دول مهمين قوي قوي قوي، خصوصا الوحده الخامسه لان تقريبا بيجي فيها ربع الامتحان في العربي اللي هو اعراب الفعل. تمام، فركز على الجزئيه دي. ركز على المدارس اللي في ادب، مهمه قوي برده، وحاول تفرق ما بينهم. حاول تجمع الصفات المشتركه بين المدارس. مثلا كل المدارس فيهم وحده بنائيه ما عدا مدرسه الاحياء والبعث ما فيهاش وحده بنائيه، وهكذا. يعني قصدي ده مثال بسيط ان انت تجمع الحاجات المشتركه بين المدارس والحاجات المختلفه علشان تعرف تربط ما بينهم. ده بالنسبه للعربي. في الانجليش اهم وحده وهي وحده المبني للمجهول والكلام المباشر والغير مباشر. فركز على الجزئيه دي عشان دايما بتيجي في الامتحان. يعني انت كده هتدخل هتلاقي كده كده مبني للمجهول عندك، فخد بالك. وعندي في الفيزياء الفصل الثالث مهم جدا 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 جدا. وعندي في الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه اهم فصل عندك في الكيمياء، او اكتر الاسئله عندك في الكيمياء. وفي الكيمياء عندي اهم فصل هو الباب الثاني، مش الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه اهم من حيث الاسئله، يعني هي الاسئله كتير قوي في الامتحان، ولكن المعلومات حتى عندك في الكيمياء العضويه هتلاقي اسئله من الباب الثاني. فالباب الثاني برده مهم قوي. وفي الاحياء اهم باب عندي الباب الثاني برده اللي هو باب الهرمونات. انا بتكلم من حيث المعلومات مش من حيث الاسئله. الاسئله اكتر اسئله بتيجي هي اسئله التكاثر، ولكن اللي بتدخل في التكاثر وبتدخل مع كل البيبان هتلاقي الفصل الثاني. ركز في الفرنش، ركز على المفعول المباشر والمفعول الغير مباشر، برده مهم قوي وبتيجي في الامتحان كل سنه. والجيولوجيا اهم باب هو الباب الثالث اللي هو باب الصخور، فركز عليه قوي برده. لو تبدا ابدا بالبيبان المهمه. تمام، ابدا بذكاء كده يعني زي ما بيقولوا. وهل انا ابدا احل درس على كل ماده بعد ما اسمع المحاضره، ولا احل من كتاب المراجعات النهائيه؟ طبعا انت ما عندكش وقت ان انت تحل من كتاب الشرح، ولكن طبعا لو انت كنت جايب كتاب الشرح من اول السنه ويعني ما ذاكرتش من اول السنه وبدات ان انت تذاكر الفتره دي، خلاص مفيش مشكله انت تحل من كتاب الشرح. ولكن طبعا لو انت ما جبتش اي حاجه، يفضل ان انت تجيب كتاب المراجعه النهائيه على طول، وبعد ما تذاكر تحل شامل على الباب، مراجعه نهائيه امتحان شامل على الباب، وهكذا. بعد ما تخلص المنهج كله تبقى حل بقى امتحانات شامله على المنهج كله. بالنسبه بقى لموضوع القلق والخوف والتوتر ده، انا اتكلمت عنه في فيديو منفصل. علشان يا جماعه والله انا بيجيلي يعني كومنت على الفيديو ان انا اصلا بكون متكلمه عن حاجه. يعني هم بيسالوني عن حاجه مثلا، حضرتك حليتي كتب ايه في المراجعه النهائيه؟ وانا اصلا الفيديو كنت متكلمه فيه عن الكتب اللي انا حليتها. فانا نو كومنت بجد. فنركز في الفيديو. يعني تخيلوا اصلا انتم مش مركزين في الفيديو اللي مدته 5 دقائق، ما بالكم بقى المحاضره اللي مدتها 3 4 ساعات. يعني انا قلقت. شفتوا بقى الناس اللي تسالني ايه افضل كتب مراجعه نهائيه؟ انا اتكلمت في فيديو منفصل عن كتب المراجعه النهائيه 500 مليون مره. يعني انا قلتها في 500 فيديو، كل الفيديوهات هتلاقوا اهم كتب المراجعه النهائيه. فانا بقى مش هقول لك فيديو ده. تمام، وبرده المدرسين اللي انا تابعتهم اتكلمت عنهم في فيديو منفصل.
طيب نذاكر بقى كام ماده في اليوم. اول حاجه انت ذاكر 3 مواد في اليوم. نزلت جدول قبل كده، جدول 35 يوم تلم بيه المنهج كله ليه علم علوم، تمام؟ هتلاقوا الجدول ده موجود على القناه وكمان موجود على قناه التليجرام. ولكن في الفيديو ده هقول لك تذاكر كام ماده في اليوم للكل، يعني انت بقى ادبي او علم علوم او علم رياضه، النظام ده ليك لانك انت اللي هتعمل جدولك. هتذاكر 3 مواد في اليوم، ماده لغه مع مادتين دول ايا كان مواد ادبيه او مواد علميه، انت اللي تختار المادتين دول. بس حاول انت تختار مادتين، واحده انت بتحبها واحده ما بتحبهاش. مثلا على سبيل المثال ان انا هذاكر انجلش وهذاكر احياء وهذاكر كيمياء، اخترت ماده لحد ما انا بحبها، مثلا انا بحب الاحياء وحطيت ماده ما بحبهاش زي الكيمياء. تاني يوم هذاكر فرنش مع فيزياء مع جيولوجيا. الجيولوجيا ماده بحبها مثلا، مع الفيزياء ماده لحد ما يعني تقيله، فمش ما ينفعش تحط فيزياء وكيمياء مع بعض. فانت هتختار على حسب يعني انت بتحب ايه. طبعا انا اخترت، انا بقول لك مثال، يعني في ناس ما بتحبش الاحياء وبتحب الكيمياء، انا ما اعرفش بقى انتوا ايه، بس يعني هنقول ان انت بتحب كده اوكي، حط الماده اللي انت تحبها ايا كان انت ادبي او علم رياضه، اختار الماده اللي انت تحبها، تمام؟ يبقى ذاكر 3 مواد في اليوم. واحنا كده كده هنقسم المعسكرات على جروب التليجرام، هسيب لكم لينك في اول تعليق، هقول لك تذاكر ال3 مواد ازاي، تمام؟ احنا مش هنذاكر 3 مواد في اليوم اللي هو مذاكره اللي هو يعني انا هذاكر معلومات جديده في كل ماده، لا. انا مثلا ماده هراجع على معلومات فيها انا كنت مذاكرها، ماده هحل فيها، وماده هذاكر معلومات جديده فيها، تمام؟ فاحنا هنمشي بالنظام ده في ال3 مواد. بعد ما خلصنا ال3 مواد احنا معانا يوم في الاسبوع هنحل فيه امتحانين او امتحان شامل على كل ماده. عندنا 7 امتحانات على كل ماده، اليوم ده لكل المواد. هنخلي يوم نحل فيه امتحانات شامله بس، لان الفتره دي يا جماعه اهم شيء هو الحل. الفتره دي مهم جدا 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 الحل، يعني انت زي ما انت بتذاكر الحل جزء من مذاكرتك. عشان بشوف ناس كتير قوي بيقعدوا يسمعوا محاضرات بال10 ساعات وما بيطبقوش اصلا، بعد ما يسمعوا المحاضره يقفلوها خلاص كده يخشوا في حاجه جديده. انت كده بتضيع مجهود ال10 ساعات اللي انت سمعتهم. فانت بعد ما تسمع مثلا ايا كان، لو سمعت على ساعتين لازم تطبق عليهم، يعني اقل مش اقول لك طبق بعدد الساعات اللي انت سمعتهم، ولكن طبق على الاقل ساعه، على الاقل ساعه. تعمل كده تايمر، تظبط تايمر تحل فيه ساعه على اللي انت خدته. فاللي انت تحل شيء مهم جدا جدا جدا، عشان ما تضيعش مجهود الساعات اللي انت سمعتها، لازم تحل على اللي انت ذاكرته. طيب انا كنت بنقص قد ايه في الامتحانات الشامله؟ انا ما فيش رقم معين الصراحه كنت بنقصه، يعني مثلا في امتحان ممكن انقص فيه 3 درجات، في امتحان ممكن انقص فيه 10 درجات، في امتحان ممكن انقص فيه 5 درجات. فانا يعني درجاتي ما كانتش ثابته في الشامل، ولكن في الاول الصراحه، ولكن هي على حسب مستوى الامتحان، مش على حسب مستوى مذاكرتي. يعني انا يا جماعه انا مفيش ولا امتحان شامل حليته وقفلته الا في الجيولوجيا والفرنسيه، دول المادتين الوحيدين ان انا كنت بحل امتحانات شامله فيها وقفلها. غير كده مفيش ولا ماده حليت فيها امتحان شامل وقفلته، كل الامتحانات كنت بغلط. ولكن ده مش مقياس ابدا اخر السنه، امتحانات الشامله دي مش مقياس خالص. ولكن كنت بحب اكتب درجاتي في الامتحانات الشامل عشان اعرف فيه تحسن ولا لا، وخصوصا في العربي، لان في العربي كنت بغلط غلطات كتير قوي في القراءه المتحرره. ولكن بدات ان انا اركز في الاسئله، وان انا اشوف هل الغلطات اللي انا غلطتها دي انا ما اعرفهاش خالص، يعني هل انا كنت مثلا محتاره بين اجابتين واخترت اجابه وهي طلعت غلط، والاجابه الثانيه ان انا كنت عارفاها، ولا اصلا السؤال انا ما اعرفوش. لازم تحدد انت السؤال اللي انت غلطت فيه ده، انت المعلومه كانت عندك وما عرفتش انت توظفها صح، ولا اصلا المعلومه ما كانتش عندك. لو المعلومه ما كانتش عندك لازم ان انت تروح للدرس تاني. طيب لو المعلومه كانت عندك وانت اتلخبطت، لا خلاص حاول انت تركز بس وانت بتحل السؤال، تمام؟ مش عايز اطول عليكم الفيديو، نبقى ان شاء الله فيديو تاني يتكلم عن حاجات تانية عشان بس الفيديو ما يطولش. وبتمنى الفتره دي انتوا تركزوا، وعايزاكم كده يكون عندكم ثبات نفسي، وان شاء الله باذن الله تعالى كل حاجه تبقى كويسه، الامتحانات تيجي سهله، مش عايزاكم تقلقوا ولا تتوتروا خالص. خلاص هانت كلها كام يوم، 50 يوم والله كافيين ان انت تجيب مجموع. ولو انت ركزت فيهم وكان عندك النيه وتوكلت على ربنا سبحانه وتعالى ووظفت ال50 يوم ووظفت ساعات يومك كويس، هتقدر باذن الله انت تلم كل المنهج. بس كده، اسيبكم في امان الله، ما تنسوش تشتركوا في فلسطين وصلوا على النبي، اشوفكم فيديو جديد.